انا سألت الجي بي تي وقلت له ايه هو احسن مجال ادخل فيه بالتسويق والعمولة، ورد على الاجابة دي. بس بصراحة اول اجابة ما عجبتنيش، فردت عليه بسؤال تاني: طب هل مجال الاحذية والشوز في مصر شغال؟ قال لي طبعا شغال. ومن هنا جات لي فكرة الفيديو بتاع النهاردة. عايزك تركز معايا كويس قوي بقى في الفيديو بتاع النهاردة عشان يكون فيه معلومات وتفاصيل كتيرة قوي. اول خطوة معانا وهي المجال اللي احنا خلاص حددناه بالفعل، وهو مجال الشوز والاحذيه، زي ما تشات جي بي تي قال لنا ان هو شغال في مصر. تاني خطوه معانا وهي اختيار الاسم. مش هنتعب نفسنا كتير قوي في الاسم، وهندخل على موقع بالذكاء الاصطناعي هو اللي يختار لنا الاسم ويساعدنا ان احنا نختاره. كل اللي عليك انت تدخل على المتصفح بتاعك او الكروم بتاعك وتكتب في السيرش نيم ليكس. طبعا ما تقلقش، كل الروابط وكل الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو بتاع النهارده هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وندخل على الموقع الازرق ده. هنا بيقول لك اكتب لي شويه كلمات مفتاحيه وحاجات تساعده ان هو يعرف انت محتاج ايه وهو بيع ايه او محتاج الاسم ده لمجال ايه. فانت بتكتب له شويه كلمات ليها علاقه بالاحذيه، يفضل تكون بالانجليزي طبعا. شوز مثلا، ستريت وير، ستور اونلاين. انا هنا دلوقتي كتبت له شويه كلمات عشان يعرف يختار الاسم او يعرف انا هستخدم الاسم في ايه. هنا طبعا بيقول لك النوع بتاع اللوجو او الاسم اللي انت محتاجه، خليك دايما في الاول حاجه هو بيبقى مختارها لك دي، تمام، واعمل نيكست. هنا بيقول لك انت عايز بقى هو يخترع لك حاجه مش صفر بقى يأوفر في الاختراعات بتاعته، قول له لا خليك حاجه في الميديوم، ده العادي اللي هو حاجه متوازنه، تمام. طيب ونعمل نيكست. هنا بيقول لك البراند انفو اللي انت عايز براند عباره عن ان هو بيبيع شوز، ستريت وير، ستور اونلاين مثلا، تمام. ستور اونلاين سيل كلوزز فور فيتنس، لا انت هنا بتيجي تقول له ستور فور شوز وتعمل جنريت وتستنى شويه هو يختار لك شويه اسماء وهيديك كمان اختيارات كتير وهيقول لك هل له دومين متوفر ولا لا. زي ما انت شايف كده ادانا بدل الاسم مليون اسم، فانت اصلا ممكن تحتار دلوقتي من كتر الاسامي، تمام. وزي ما انت شايف كده ان في علامه صح جنب بعض اللوجوهات ولوجوهات تانية. علامة الصح دي عبارة عن ان الدومين بتاع الاسم ده متوفر، يعني انت ممكن تشتري لو عايز تبقى بروفيشنال بقى وتعلى بالليفل بتاعك، تمام. فزي ما انت شايف كده احنا هنفضل ان احنا ناخد اسم بالدومين بتاعه عشان لو حبينا احنا نشتريه نقدر نشتريه، تمام. بتاخد وقتك اللي انت محتاجه عشان تختار الاسم. اختار اسم كويس وفعال ويكون كاتش كده اللي هو يعلق في الودن ويكون سهل الناس تفتكره. معلومة على السريع عن الموقع ده كل ما بتنزل لتحت كل ما اللوجوهات والاسامي بتكون اقل احترافية شوية، فخليك دايما في الاسامي اللي بتبقى فوق ما تنزلش تحت. هل ده معناه برضو ان انا ما اختارش من تحت؟ لا، ممكن تختار، ولكن هتلاقي اسامي قليلة قوي على عكس اللي فوق. انا عاجبني الاسم ده قوي، خلينا ندخل عليه. زي ما شايف كده اسمه 24K هايب، تمام. حتى اسم ينفع لمجالات كتير قوي لو احتاجنا بعد كده احنا نستخدمه في مجالات تانية غير الشوز. يعني مش محتاجه بس يكون متخصص في الشوز، لان احنا هنعمل تجارب كتير قوي معانا في الفترات الجاية، تمام. عجبنا الاسم. خلينا دلوقتي بقى نتأكد ان الدومين بتاعه موجود ولا لا. نيجي تحت هنا ونضغط على كلمة دومينز علشان نتأكد ان الدومين بتاعه متوفر. طبعا دخلنا على ارخص موقع ممكن نشتري منه دومينز وهو النيم شيب، تمام. زي ما انت شايف كده بيقول لنا بالفعل ان هو متوفر وان احنا ندفع بس 10 او 6 يورو او 6 دولار لمدة سنة كاملة لو اخترنا الكود ده، تمام. هنسيبه بعدين مش هنشتري دلوقتي، ولكن احنا كده اخترنا الاسم. ودلوقتي بعد ما اخترنا الاسم بتاعنا نخش على مرحلة اللوجو بتاعنا. هستخدم اسهل طريقة اي حد ممكن يعملها علشان برضه اسهل كل حاجة على كل الناس ان هي تقدر تشتغل في المجال ده. هنستخدم النهارده معانا برنامج كانفا، طبعا غني عن التعريف، اسهل اداة لاي حد ما بيعرفش يستخدم فوتوشوب او الستريتور، وفي نفس الوقت اقول لك برضه الطريقه الاحترافيه اللي ممكن تستخدمها علشان تبقى بروفيشنال شويه. كل اللي عليك انت بتيجي هنا على المتصفح بتاعك من جديد وتكتب كلمه كانفا، هيفتح قدامك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. كل اللي انت عليك تعمله ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز والله لوجوز، وتستنى شويه هيظهر ليك طبعا بعض اللوجوهات اللي انت ممكن تستخدمها وتعدل عليها. خد وقتك براحتك وشوف اللوجو اللي انت مرتاح ليه وان انت تقدر تطلع منه احسن نتيجه ويكون متوافق مع مجال برضو الشغل بتاعك. معلومه كده على السريع بخصوص اللوجو: كل ما اللوجو بيكون سيمبل وبسيط كل ما بيدل اكتر على الفخامه وعلى الاليجانس، فاهم اللي هو حاجه تقيله قوي. بعد ما عدى اكتر من نص ساعه وانا بختار اللوجو اللي انا يعجبني واحس ان انا ممكن اطلع منه احسن نتيجه، وزي ما قلت لك ان كل ما كان بسيط وسيمبل كل ما كان بيدل على الفخامه اكتر، حسيت ان ده الكويس او المناسب اللي انا محتاجه اللي انا اقدر اطلع منه احسن
نتيجة. طيب وبعد كده المفروض نعمل ايه؟ المفروض انت تخش بقى على اللوجو بتاعك وتعمل تخصيص هذا القالب او edit مثلا لو بالانجليزي، تمام. وتدخل عليه من هنا، وكل اللي عليك انت بتغير الاسم وتحط الاسم اللي انت اخترته. احنا اخترنا هنا 24. تمام، وكده انا وصلت النتيجة اللي انا راضي عنها وحاسس ان انا ممكن اطلع منها حاجة كويسة لما اعملها او احطها في الستور بتاعي. كل اللي عليك انت بتيجي هنا بعد كده بتعمل شير وبتعمل داونلود من هنا، وبيبدأ ان هو يتحفظ عندك. بيقولك ان انت عايز تعمله ايه، يقول له PNG، وبعد كده بيبدأ يتحفظ عندك في الجهاز، ولكن بينزل برضو بالصورة الخلفية بتاعته. بعد كده المفروض نعمل ايه؟ كل اللي عليك انك بتيجي هنا من تاني وتعمل باك جراوند ريموفر، تدخل على اي نتيجه من دول. اي نتيجه هتوصلك لنفس النتيجه اللي انت محتاجها، ان انت بس محتاج تشيل الخلفيه. وكمان احنا عندنا الخلفيه لونين مختلفين، فده بيسهل علينا برضو عمليه انت تشيل الخلفيه بتاعتك. وبترفع الصوره بتاعتك للموقع، وبعد كده بيبدا يتعرف على الخلفيه وبيشيلها لك. ولكن هنحتاج برضو الصوره الاولانيه ان احنا هنستخدمها هي كالبروفايل بتاع الفيسبوك لما نعمل البيج بتاعنا. وزي ما انت شايف كده ان هو شايل لنا الخلفيه. خلينا نعمل داونلود ونتاكد انه بالفعل شال لنا الخلفيه وما شالش لنا اي حروف. زي ما انت شايف كده ان ادينا اللوجو بتاعنا من غير خلفيه. الخطوه اللي معانا دلوقتي هي خطوه الموقع بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهارده هنستخدم منصه احترافيه قوي، وحرفيا من افضل المنصات اللي انا اتعاملت معاها بشكل شخصي، لان هي بتوفر كل حاجه انت ممكن تحتاج لشخص محترف عشان يعملها لك، انت تعملها بنفسك وباسهل طريقه ومن غير غلطات. المنصه اللي نتكلم عنها النهارده هي ايزي اوردر. الفيديو ده مش اعلان لان انا لسه ما اعرفهمش، لسه ما دخلتش معاهم، وطبعا اتمنى انهم يعملوا معايا اعلان في يوم من الايام. فهنستعمل النهارده منصه ايزي اوردر، وهشرحها لك وهنزل فيديو مخصوص ازاي تستعمل المنصه بكل مميزاتها من الالف الى الياء. وزي ما اتعودت معايا من اول فيديو ان انت لازم تخش على المتصفح بتاعك وتخش هنا على السيرش وتكتب كلمه ايزي اوردر بالعربي، تخش على اول حاجه تظهر ليك. طبعا المميز في المنصه دي برضو ان هي متوفره بالكامل باللغه العربيه والدعم بتاعهم باللغه العربيه وكمان المصريه، فانت مش هتواجه اي صعوبه، وكمان موجود ومتواصل معاك 24 ساعه. كل اللي عليك انت تضغط على كلمه اشترك مجانا، وبتبدا هنا تدخل كل البيانات اللي انت محتاجها او اللي هو بيطلبوا منك علشان خاطر تعمل ستور عنده. انا طبعا ادخل اسم الموقع بتاعي واللي هو خلاص حافظناه، وبيقول لك هنا اختار العمله اللي انت محتاج ان الستور بتاعك يكون بيها، وبتقدر من انت تختار فيه عملات كتيره قوي. احنا عندنا اللي يهمنا طبعا الجنيه المصري، وهنا بيقول لك اكتب اسمك. انا هكتب اسمي. بيقول لك هنا اكتب رقم تليفونك، وبعد كده بتكتب البريد بتاعك هنا، وبتكتب الرقم السري، وبيقول لك اكتب الرقم السري تاني، وبعد كده اعمل ان انت مش روبوت واعمل انشاء حساب. انا هعمل الخطوات دي كلها وارجع لكم. زي ما انت شايف كده بيفتح قدامك الواجهه دي سهله وبسيطه في التعامل وكل حاجه، وهنشرح لك كل حاجه بالتفصيل دلوقتي، ما تتسرعش. طيب زي ما انت شايف كده بيقول لك متغيرك غير فعال، يعني بيقول لي المتجر بتاعي مش شغال، يجب عليك شحن محفظتك علشان تقدر تفعل الموقع. فزي ما انت شايف ان طبعا المنصه مش ببلاش، ولكن كل اللي انت تدفعه هنا والله ان هو انت هتوفر نفسك حاجات كتير قوي وفلوس كتير قوي هتدفع لناس كتير تانية علشان خاطر تبقى عندك الحاجات دي هو موفرها لك وبسعر رمزي قوي. يعني انت هتدفع اضعاف لو هتروح لشخص تاني يعملها لك، تمام. فكل اللي عليك تيجي هنا تقول شحن محفظتك. وزي ما انت شايف كده ان هو بيقول لك ان هو بياخد على كل اوردر 2 شنتزم بس، يعني 2 سنت على كل اوردر، تمام. فانت ممكن تشحن المحفظه بتاعتك زي ما انت شايف كده من اول $5 لحد $200، تمام. طبعا انا هشحن المحفظه واجي لكم. رجعت لكم بعد ما شحنت المحفظه، طبعا زي ما انت شايف كده ان رصيدك الحالي هو $5، تمام. طيب بعد كده بقى الخطوه المفروض اعملها ايه؟ خلينا نرجع كده ونبص بصه سريعه على الستور بتاعنا، هو بيبقى عامل ازاي في الوضع الديفولت بتاعه. يعني انا هبدا منين؟ تمام. زي ما انت شايف ده بيبقى الستور بتاعنا اللي احنا بنخش عليه اول مره ونشوف. زي ما انت شايف كده بيكون طبعا محتاج تعديلات كتير قوي، ولكن المنتجات دي طبعا بتكون محطوطه كديفولت، يعني عشان بس يظهر لك الستور بتاعك بيكون عامل ازاي او المتجر بتاعك بيكون عامل ازاي في البدايه، تمام. فزي ما انت شايف كده خطوه كويسه يعتبر، يعني هنبدا من خطوه كويسه، مش هنبدا من الاول خالص، تمام، لان في حاجات كتير برضو احترافيه موجوده ومعموله بالفعل، تمام. طيب هنسكيب سوا خطوه ان احنا نعدل الستور سوا طبعا، لان هي خطوات كبيره وهتاخد وقت طويل، فانا هعملها في السريع مع حالي وارجع لكم تاني برضو بالخطوه اللي بعد كده، وهي خطوه الافريت
والمنتجات. لو حبيت ان انا اشرح لك بالتفصيل، وكده كده انا هنزله بالتفصيل، اكتب تحت في التعليقات وانا اشرح لك ازاي تعدل وتعمل الستور بتاعك من الاول لحد البروفيشنال. اشوفكم في الخطوه الجايه. كنت قلت ليكم ان انا هظبط الستور مع نفسي كده عشان ما نضيعش وقت كتير من الفيديو، لانه هياخد وقت طويل، ولكن ما خدش مني 10 دقايق على بعض، لان من منصه ايزي اوردر بتسهل عليك كل حاجه، يعني بتخلي لك القليل اللي انت تعمله بنفسك. تمام. فزي ما انتم شايفين قدامكم كده ده الستور بتاعنا. انا حاطط اللوجو، حاطط الكام صوره دول، وحاطط كمان الكاتيجوريز بتاعتنا اللي هي الانواع او الاقسام بتاعتنا وبس. فدلوقتي فاضل لنا نقطه المنتجات. زي ما انتم عارفين ان احنا قلنا ان احنا نخش في مجال الشوز، وعملنا بالفعل ستور في مجال الشوز، وكمان انا اشتريت الدومين. طيب ليه اشتريت الدومين؟ اشتريت الدومين عشان نكون بروفيشنال. زي ما انت شايف ان احنا الشعار بتاعنا ان احنا نكون بروفيشنال. تمام. فانا اشتريت الدومين. هل انت واجب عليك تشتري؟ لا، انت عادي ممكن تبدا بالسب دومين او الدومين الفرعي اللي هي بتديهولك ايزي اوردر. زي ما انت شايف كده فوق ان ايزي اوردر بتديك اصلا دومين بس على المنصه بتاعتها اللي هو myeasyorder.com. فاهم؟ فعشان تبقى بروفيشنال بقى، لان ده يعتبر طويل شويه، انا اشتريته وخليته الاسم بتاع الستور بتاعنا .com على طول زي ما انت شايف كده. تمام. طيب زي ما احنا قلنا نخش دلوقتي على نقطه المنتجات. انا اخترت الافليت بتاع بروف افليت لان شفت ان الناس كتير بتشكر فيه، وان كمان بيقولوا ان جودتهم كويسه، وكمان هو يعتبر رقم 1 في مجال الشوز في مصر. تمام. فزي ما انتم شايفين كل علينا ان احنا هنخش عليه، وهتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت لو حبيت انت كمان تسجل. تمام. بعد ما تعمل اكونت زيه زي اي منصه بتعمل عليها اكونت باسهل طريقه كمان، يعني ما فيهوش اي صعوبات. بتدخل على المنصه بتلاقي بيظهر قدامك الواجهه دي كلها. تمام. ايه الميزه برضو في بروف افليت؟ بروف افليت بيخليك ان انت يكون عندك ستور على المنصه بتاعتهم طبعا. طيب ايه الشروط بتاعتها؟ زي ما انت شايف كده بيقول لك الشروط ان انت لازم يكون عندك اوردر متسلم ومتسجل ان هو يتسلم. فاهم؟ تم التسليم. بعد كده بيبقى عندك الميزه بقى ان انت تعمل الستور بتاعك عادي. تمام. طيب احنا كل اللي يهمنا طبعا زي ما انت شايف ان في ميزه الربط مع ايزي اوردر. طيب انا ليه بختار المنصات اللي فيها الميزه دي؟ علشان تسهل عليا تسجيل الاوردرات والارباح وكل حاجه. انا اللي عليا اعمله ان انا بظبط الستور في الاول، وبعد كده بعمل البيج بتاعت الفيس والانستجرام وبعمل ادز وخلاص على كده. الباقي كله بيبقى على المنصات وعلى الشركات من نفسها لنفسها. فاهم؟ لان انا ما اعرفش اسجل اوردرات كلها بنفسي او بايدي. فاهم؟ لان انا افرض مثلا جالي 50 اوردر، هقعد اسجل 50 اوردر بايدي، ممكن الاوردر يسقط مني ولا حاجه، فيبقى صعب عليا. تمام. فطبعا احنا واحنا بنبدا احنا باصين لحاجه كبيره ان احنا هنعمل ارقام عاليه. تمام. فخلينا نخلي السيستم ماشي تلقائي مع نفسه احسن. تمام. فكل اللي عليا ان انا هاجي اعمل الربط مع ايزي اوردر، وبيقول لك اهو ان انت تعمل بس السماح، اضغط هنا. تمام. تعمل هنا السماح، تفعيل مناطق الشحن، تم الربط بينك وبين ايزي اوردر. تمام. كل اللي علينا دلوقتي بقى ان احنا نيجي على الصفحه الرئيسيه وندخل مثلا كمثال هندخل على الشوز ده. بيقول لك تصدير جميع الالوان الى ايزي اوردر. تمام. طيب خلينا نعمل تصدير جميع الالوان. زي ما انت شايف كده ان هو بيقول لنا ان هو اتصدر. طيب هنشوفه فين؟ هنيجي هنا على المنتجات، وزي ما انت شايف كده عندنا الشوز اللي احنا عملنا له تصدير من المنصه بتاعت بروف افليت، وظهرت عندنا دلوقتي في الايزي اوردر بتاعنا وفي الستور بتاعنا. طيب ولو عايزين نشوف بقى المنتج بتاعنا بشكل احسن، نخش على الستور بتاعنا ونعمل ريفرش هنا، ونخش مثلا على السكشن مينز اللي انا حاطته في السكشن مينز. زي ما انت شايف كده هنا ظهر لينا هنا اهو بكل المقاسات بتاعته، بكل الالوان، وبكل الصور كمان. يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجه. فاهم؟ انت كل اللي عليك بس ان انت تربط بين المنصتين وتعمل تصدير لكل المنتجات من المنصه اللي هي بتاعت البروف افليت او الافليت بتاعك عامه للايزي اوردر. بيجي لك بكل اشكاله هنا. طيب اضافه الى السله مثلا بيقول لك لازم تختار المقاس واللون. تمام. ويقول لك ان ادخل البيانات بتاعتك وكل حاجه منتجات. تمام. حتى بيقول لك هنا تكلفه الشحن هو بيحددها على حسب المنطقه. تمام. لان حتى انت كده اصلا صدرت برضو بيانات الشحن بتاعتك بكل المناطق، انت حتى مش محتاج تحط المناطق ذات نفسها. تمام. كل حاجه اتصدرت ليك اوتوماتيك من البروف افليت بتاعك او من الافليت بتاعك. تمام. الخطوه بتاعتي دلوقتي ايه؟ ان انا هبدا اصدر كل المنتجات واعدل في الاسعار بتاعتها طبعا، لان الاسعار دي بتاعت ناس مبتدئه. تمام. فاحنا خلينا نخش في ليفل عالي. تمام. هخلص كل الحاجات دي وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى نخش على اهم خطوه طبعا، وهي خطوه ان احنا نعمل لنا بيج على الفيسبوك وعلى الانستجرام عشان نعرف نعمل الاعلانات بتاعتنا طبعا، لان من غير الحاجات دي ما نعرفش نعمل اي اعلان. تمام. طيب في طريقه بروفيشنال طبعا، وهي اللي هنتعامل معاها، لان زي ما قلت لك الشعار بتاعنا جاست بروفيشنال. فاهم؟ حاجه بس بروفيشنال، حاجه احترافيه وبس. كل عليك انت تيجي هنا. طبعا انا عندي بيج اصلا لان انا عندي
يعني بيج شغاله في حته تانية عامه، يعني كنا اتكلمنا عليها طبعا في فيديو هسيبه لك تحت او في الديسكربشن او هتلاقيه في الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا. تمام. فكل اللي عليك احنا نيجي هنا ونعمل create business portfolio. تمام. بيقول لك هنا سميه، فاحنا خلينا نسميه باسم الحاجه او الاكتيف بتاعنا او البيج بتاعتنا اللي هو 24K هايب. تمام. بيقول لك هنا اسمك او الحاجات يعني بياناتك الشخصيه عامه. تمام. وبيقول لك هنا اكتب اي بريد عندك، يعني البريد البيزنس بتاعك، فانا اكتبه وارجع لكم تاني. وبعد ما تكتب بقى البيانات اللي هو طلبها منك بيظهر لك الصفحه دي لو انت عندك بيج او مثلا بيزنس اكونت قبل كده، فانت تقول له سكيب. تمام. بيقول لك هنا فول كنترول. تمام. نيكست كونفيرم. تمام. فزي ما انت شايف كده عمل لنا بيزنس بورتفوليو تاني، يعني اللي هو بزنس اكونت تاني. تمام. فهو دلوقتي بيقول لك بقى انه فيسبوك بيجز اور انستجرام اكونتس. تمام. فانت بتقول جو تو سيتنجز. تمام. بيقول لك هنا بقى دي اليوزر اللي هو انا واخد الفول كنترول. طبعا لو انت عايز تحط اي حد بتيجي من هنا وتحط الاي دي بتاعه او البريد بتاعه والحاجات دي كلها وتدي له الاكسس على الحاجات او تدي له الاكسس اللي هو المفروض يعمله في البيج بتاعتك. تمام. فاحنا دي ما تخصناش دلوقتي لان انا بالفعل واخد الفول كنترول. هتيجي هنا على كلمه بيجز زي ما انت شايف كده. تمام. ويقول لك هنا حط بقى. فاول حاجه بتظهر لك اللي هو لو عندك فيسبوك بيج بتضغط هنا وتكتب الاي دي بتاعها. تمام. احنا هنقول احنا ما عندناش اي حاجه. تمام. فنقول كريت ا نيو فيسبوك بيج. تمام. بيقول لك هنا اكتب بقى الاسم بتاعها. فاحنا خلينا نجرب مثلا نشوف الاسم بتاعنا هل متوفر ولا لا. خلينا نكتبه كابيتال. تمام. بيقول لك هنا الكاتيجوري بتاعها ايه، هنقول شوز. تمام. اوكي. color sport. خلينا نقول مينز كلوزز ستور. تمام. وبعد كده بيقول لك هنا بيقول لك اكتب البايو او الوصف. تمام. خلينا نكنسل الحته دي دلوقتي لان هي مش مهمه، ممكن عادي بعد كده نعدلها فنعمل نيكست. تمام. فبيقول لك ان انت عايز البيج دي تنزل تحت البورتفوليو ده او البيزنس اكاونت ده، فانت بتقول له ايوه. فبتقول له كريت ا بيج. بيقول لك enable create a page. زي ما انت شايف كده بيقول لنا ان ما ينفعش نعمل البيج دي لان الاسم مش متوفر. فخلينا نرجع هنا للديتيلز باك. تمام. خلينا نغير مثلا دوت مثلا دوت اي جي. تمام. خلينا دلوقتي نجرب برضو مش متوفر. تمام. هنا بيقول لنا ان الاسم مش متوفر عشان كابيتال، يعني هو بيقول لنا لو هنكتبه بسمول هيكون متوفر. تمام. خلينا نرجع ونكتبه مثلا سمول. تمام. خلينا نرجع هنا من باك ونيجي هنا ونكتب مثلا 24K هايب. تمام. هو كده ما عندناش مشاكل، فهياخد وقت على ما يحمل على ما يعمل لنا الكرييت البيج او ما يصمم لنا الصفحه بتاعتنا وارجع لكم. فخلينا من هنا بقى نعمل فيو اون فيسبوك عشان نشوف البيج بتاعتنا ازاي وهتبقى ايه بعد كده. تمام. فزي ما انت شايف كده اهو كريتنا البيج بنجاح وكل حاجه. الحاجات كلها ممكن تعدلها من هنا عادي، يعني اي حاجه انت ما عملتهاش في الاول ممكن بكل سهوله تعدلها من هنا. تمام. فاحنا خلينا نعمل هنا. فخلينا نيجي على الاباوت. زي ما انت شايف مفيش اي حاجه. تمام. خلينا نعمل سويتش ونعمل سويتش. احنا هنخش بالاكونت بتاعنا بقى بتاع البيج عشان نعرف نعدل فيها. تمام. زي ما انت شايف كده بقى فتح لنا الايديت وفتح لنا كل حاجه. تمام. فخلي بالك طبعا انت لازم تكون مسجل في الفيسبوك بالبيج بتاعتك عشان تعرف تعمل بقى الايديت وتعمل حاجات والتعديلات كلها اللي انت عايز تعملها فيها. تمام. فهتيجي هنا على كلمه ايديت ويقول لك هنا اختار صوره. فاحنا هنحط الصوره اللي احنا كنا اتكلمنا عليها وقلنا ان احنا هنختارها. تمام. زي ما انتم شايفين دي كانت الصوره اللي احنا قلنا ان احنا هنستخدمها في البيج بروفايل. فخلينا نكبر مثلا الصوره شويه كده. تمام كده كويس. خلينا نعمل سيف. انت شايف كده ان احنا حاطينها بالفعل البيج بروفايل اللي هي الصوره بتاعت البروفايل او بتاعت البيج بتاعتنا. تمام. فاضل لنا دلوقتي الكفر والديسكريبشن او البايو والحاجات بقى ان احنا نبدا نحط اول بوست معانا. تمام. خطوه بقى مهمه لازم نعملها طبعا قبل ما ناخد بقى ونمشي قدام في الحاجات اللي احنا عملنا نعملها دلوقتي. نرجع بقى للبيزنس اكونت بتاعنا. تمام. وبعد كده بنعمل هنا بيقول لك ان انت ما عندكش اكونت انستجرام فيقول لك جيت ستارت. تمام. ويقول لك هنا لوج ان تو create a new Instagram profile. تمام. لان انت ما عندكش لسه اكونت انستجرام. تمام. بيقول لك ان دخل كل البيانات بتاعتك فانت بتدخلها وبعد كده بيكون عندك اكونت
او بروفايل انستجرام. تمام، فانا هعمل البيانات دي وارجع لكم. زي ما احنا شفنا ان اخر الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن ان انا هعمل البيج بتاعت الانستجرام بتاعتي وارجع لكم تاني. فزي ما انتم شايفين قدامنا كده ان انا بالفعل عملت البيج، وكمان ظهرت معايا اهو ان هي تم ان انا ربطتهم بالاثنين. يعني انا عندي في البورتفوليو ده او البيزنس اكونت ده في الاكونتين بتوع الانستجرام والفيسبوك مربوطين بالبعض. فلو جيت مثلا اعمل بوست او انزله على الفيس هتلاقيه على طول اوتوماتيك نزل على طول على الانستجرام، لان انا رابط الاثنين ببعض. طب خلينا نبص بصه سريعه كده على الانستجرام بتاعنا. زي ما انت شايف كده ان احنا بالفعل عملنا كل حاجه، فاضل بس نقطه واحده وهي البايو بتاعنا. تمام، خلينا نحط بايو كده على السريع، وهو بايو كاتشي انا يعني بحبه بشكل شخصي عامه يعني. تمام، وهو just quality not quantity، يعني اللي هو جودة بس مش كمية وخلاص، فاهم؟ ده طبعا يعني بايو كاتش كده وخفيف كده وحلو فعلا، يعني يدي حب الثقة ان احنا واثقين في جودة منتجاتنا، وكمان العميل اللي هيشوفه هيثق بالفعل ان هو انت مين، او يعني ازاي بتتكلم بالثقة دي عن المنتج بتاعك، فاهم؟ فده بايو كويس، واعتقد ان هو هيقدم معانا بشكل كويس قوي. تمام، وبعمل سبميت. تمام، واحنا كده عملنا بالفعل كل حاجة. خلينا نرجع نبص عليه تاني كده بالبايو بتاعنا. زي ما انت شايف كده نظهر لنا تحت اهو just quality not quantity. تمام، دلوقتي خلينا بقى نرجع للبيزنس اكونت بتاعنا عشان نشوف الحته اللي فاضله برضو. تمام، وزي ما انتم شايفين قدامكم رجعنا بعد ما رجعنا للبورتفوليو بتاعنا. ناقص حاجتين المفروض نعملهم دلوقتي. اول حاجه نيجي على البيج بتاعتنا بتاعت الفيسبوك، خلينا نرجع على طول ونعملها ايديت من هنا. تمام، استنى تحمل. تمام، وزي ما انتم شايفين قدامكم بعد ما حملت البيج بتاعتنا هنا ممكن نعدل كل حاجه من هنا بدل ما نروح على البيج. هقول لك برضو الطريقه الثانيه ممكن تعدل بيها كل الحاجات دي. اول حاجه لازم نعملها هو الكفر. تمام، وزي ما انتم عارفين ان المقاس الوحيد اللي معانا دلوقتي هو مقاس بس البروفايل بتاعتنا، يعني مقاس الكفر مش معانا. تمام، فالمفروض نعمل ايه بكل بساطه؟ نرجع على كانفا تاني ونرجع البروجكت اللي كان معانا. تمام، وهنيجي من هنا بكل بساطه ونعمل كرييت، ومن هنا نختار سوشيال ميديا، وبنعمل من هنا فيسبوك، وبعدين نختار الكفر. تمام، ونستنى شويه لحد ما يحمل. هيفتح لنا الصفحه دي بالمقاس الجديد. مش هنعمل اي حاجه غير ان هنيجي برضه على 3 شرط من تاني هنا. تمام، كل اللي عليك انت تنزل تحت كده، وهنيجي على كلمه بروجكتس ونختار البروجكت القديمه بتاعتنا. تمام، اللي هو ده. فهنختار البروجكت بتاعنا القديم. كل اللي هنختاره كده هياخد على طول المقاس على طول اوتوماتيك من غير ما نعمل اي حاجه. طيب خلينا نكبر بس دي شويه كده عشان ايه يكون متناسقه شويه مع المقاس بتاع الكفر. تمام، ودي تحتها. تمام كده. تمام، بعد كده نعمل على طول شير، وبعدين داونلود على طول هتتحمل معانا. تمام، بعد ما تتحمل هنرجع بقى للميتا بتاعنا. تمام، اللي هو البيزنس اكاونت، ونعمل هنا كفر ونعمل ابلود لان هي مش موجوده معانا لسه، ونختار الصوره اللي احنا عايزين نحطها. تمام كده. تمام، بيرفكت. تمام، هنعمل سيف. واول حاجه معانا عملناها. تمام، حطينا الكفر. تاني حاجه البايو، هنحط نفس البايو اللي احنا حطيناه هناك اللي هو just quality not quantity. تمام، ونعمل سيف. سيبنا رقم تليفوني، انا مش عايز احط رقم تليفوني، خلينا مثلا نحط ده، نحط الجيميل. تمام، ونعمل سيف. في الادرس خلينا نكتب مثلا كايرو او اي حاجه. خلينا نعمل كايرو ايجيبت. تمام، وبس كده، ونعمل في سيف. تمام، الويب سايت هنسيبه شويه لان احنا المفروض ان احنا بقى هنربط الدومين بتاعنا اللي هو الرابط بتاعنا، فلازم نغيره الاول عشان نعرف نضيفه هنا. تمام، فخلينا نعمل كده كلوز من هنا. تمام، احنا كده خلصنا. نرجع بقى للستور بتاعنا عشان نشوف احنا وصلنا لحد فين. زي ما قلت لكم انا كنت هعمل التعديلات كلها مع نفسي وبعدين هجي لكم من تاني عشان نوفر في الوقت. تمام، فخلينا نيجي هنا. زي ما انت شايف انا ضفت كل المنتجات وعدلت الاسعار وعدلت كمان الاسم. وهقول لك تريكايه بتتعمل بالاخص في الدروب شيبنج يعني العالمي عامه، بتبقى حاجه بروفيشنال شويه. تمام، زي ما انت شايف كده انا ضفت الكفر ده وضفت الكفر ده كمان. تمام، وهنا زي ما انت شايف انا ضفت الاقسام بشكل كويس كده، يعني بشكل احترافي شويه يبان لمنسق. دي اول حاجه. تاني حاجه يبان ان هو شيك، حاجه شيك للعميل اول ما يخش. لا ده ستور شيك. تمام، طيب الغلطه الوحيده طبعا اللي انا شايفها بالنسبه لي وللاسف انا مش هعرف اعدلها ولكن هتاخد وقت كبير قوي. تمام، هي ان الصور مش موحده. يعني انت شايف ان في صور من غير باك جراوند وفي صور باك جراوند والحاجات دي كلها، في صور بالاسماء بتاعتها وفي صور من تحت مفيش حاجه، فاهم؟ ولكن مش مشكله، هنتغاضى عن الغلطه دي وهنشوف هتشتغل معانا ولا لا. تمام، طبعا دي النتيجه النهائيه اللي احنا وصلنا ليها او اللي انا وصلت ليها. زي ما انت شايف لو دخلنا على بوتس هتلاقي كل حاجه مربوطه هنا. لو دخلنا على مثلا
المينز هنلاقي برضو الحاجات الرجالي هنا لوحدها والاسعار وكل حاجه. زي ما انت شايف بقى، لو انت لاحظت حاجه ان جنب كل نوع كوتشي في الاسم بتاع الستور اللي هو 20K هايب. تمام، ده بعمله ليه؟ ده بتبقى حاجه احترافيه وبتزيد الثقه شويه، وبتبقى حاجه بروفيشنال بتتعمل بالاخص في الدروب شيبنج العالمي اللي هو بتاع شيئين وبتاع شوبيفاي والحاجات دي. فخلونا نطبقه على حاجه مصريه ونشوف هتشتغل ولا لا. تمام. طيب دلوقتي فاضل لينا حاجتين بس. الحاجه الاولى وهي الادز مانجر بتاعنا. تمام، ان احنا نعمل الادز مانجر عشان نعرف نعمل كامبينز. تمام. تاني حاجه وهي ان احنا نببلش او الكامبين بالكرياتيف بتاعتنا. فالمفروض ايه؟ هنجيب الكرياتيف. طب هنجيبها منين؟ بسيطه، كل عليك انت تخش على الافيليت بتاعك. هسجل في الافيليت وارجع لكم. تمام، ورجعت لكم بعد ما سجلت في الافيليت. زي ما انت شايف هنجيب بقى الكرياتيف بتاعتنا او هنجيب مثلا الصور بالفيديوهات منين؟ بسيطه، كل عليك انت تخش على الكوتش اللي انت عايز تشتغل عليه، يعني شايف ان هو هيجيب معاك في النتائج. يعني طبعا الحاجات دي بتتعمل بعد اختبارات، ولكن احنا هنعدي قصه التستنج والاختبارات دي كلها، وهنحاول نخش على طول، يعني نخش في الشغل على طول ونحاول نتست بحاجه واحده عشان نشوف هل هتنجح ولا لا. تمام. هخش مثلا انا على اي حاجه، هخش مثلا على ده، وبعد كده زي ما انت شايف كده ان في حاجه اسمها تحميل الميديا. بعد ما بضغط عليه بيحولني للدرايف. في الدرايف انا بقدر اشوف كل الصور وكل الفيديوهات اللي بتخص المنتج اللي انا دخلت عليه دلوقتي. تمام. فزي ما انت شايف دي كلها صور. طيب انا اللي يهمني اكتر مش الصور، اللي يهمني اكتر الفيديوهات، لان الفيديوهات هي اللي بتجيب قوي مع الناس على عكس الصور. وده ليه؟ في الفيديوهات العميل بيقدر يشوف كل حاجه، بيشوف العين ده بتقلب له في الكوتش، بتجيبه من فوق لتحت شمال فوق يمين مش عارف، فانت بتوري له كل حاجه هو محتاج يعرفها. على عكس الصوره ممكن تكون فيك، تكون جايبها مثلا من جوجل وحاططها عندك في الستور، لكن الفيديو بيكون انت مصوره بتليفون فبيكون واقعي اكتر والعميل بيثق في الفيديو اكتر. وغير كده دلوقتي الريلز بقت اكتر حاجه مشهوره في مصر. تمام. فانت لما تعمل كامبين بالريلز اصلا هي هتظهر في الريلز، فانت اي حد بيقلب في الفيسبوك في الريلز بتاع الفيسبوك او انستجرام هيظهر له الاعلان بتاعك. فاهم؟ فانت كده هتريتش ناس اكتر او هتارجت ناس اكتر ان هم ممكن يكونوا مهتمين بالشوز او باي حاجه، لان هم عمالين يقلبوا في الريلز. فاهم؟ وطبعا ده بيعتمد برضه على الكريتيف بتاعك، لان ممكن يقلب الاعلان بتاعك على طول ما يقفش عليه. تمام. لازم الكريتيف بتاعك يكون حاجه تشد وتخلي الواحد يقف يتفرج على الكريتيف بتاعك. تمام. وده اللي هنتكلم عليه وهنشوفه مع بعض. تمام. طيب هنسيبنا من النقطه دي دلوقتي، لان انا هختار مع نفسي كده، هحاول ان انا على رواق اشوف لي كام فيديو ان هو انا حاسس ان هو هيجيب معايا. تمام. وخلينا نخش على نقطه الادز مانجر. كل اللي عليك ان انت ترجع للبيزنس بروفايل بتاعنا، وبعد كده تيجي على ادز مانجر وتعمل اكونت اوفر فيو، اللي هو اصلا ما عندناش اكونت فمش هيجيب لنا اي حاجه. تمام. ونستنى شويه هيجيب لنا الصفحه دي نو اكونت تو شو، يعني لو انت ما عندكش بروفايل عشان يتشاف. جو تو بزنس سيتنجز. تمام. وهنا بيقول لك ضيف بقى اد اكونت. تمام. هنعمل هنا اد اكونت. طبعا احنا هنكريت واحد جديد، هنعمل اكننا ما عندناش اي حاجه، فهنعمل كريت نيو اد اكونت وهيقول لك نسميه. فاحنا هنخليه مثلا بالاسم طبعا بتاع البيزنس بتاعنا 24K هايب. تمام. وبعد كده هنخليها من هنا كايرو عشان يكون على توقيت مصر. ومن هنا يقول لك خلينا بالعمله بقى، احسن تختار عمله بلدك عشان يقدر يحسب لك التكلفه بالعمله بتاعت بلدك، فانت تعرف تتلعب بقى انت صرفت قد ايه والبادجت وفضل قد ايه في البادجت وكام مثلا تكلفه الظهور والحاجات دي كلها. فخليك دايما في عمله بلدك. تمام. فهنختار هنا ايجيبشن باوند. تمام. وبعد كده نعمل نيكست. هيقول لك انت عايز تعمل الادز مانجر ده لنفسك ولا البيزنس تاني؟ فانت تقول ماي بيزنس اللي هو لنفسي، البيزنس بتاعي الشغل بتاعي. يقول لك انت عايز بقى تخليه ينزل تحت برضو البروفايل او البيزنس بروفايل بتاعنا. هتقول له ايوه، تقول له اي اجري وتعمل كريت اد اكونت. تمام. ونستنى شويه هيكريت لينا برضو الاد اكونت بتاعنا. وزي ما انت شايف ان هو كده بالفعل كريت لينا وانا واخد برضو الفول كنترول. طيب assign people او assign partner تختار بينهم لو عايز تضيف حد تاني معاك. تمام. طيب دلوقتي بقى احنا نقدر نرجع هنا تاني ونعمل ادز مانجر ونعمل اكونت اوفر فيو. هيجيب لنا الاكونت اللي احنا لسه مكريتينه دلوقتي. تمام. هنستنى شويه. زي ما انت شايف كده فتح لينا الادز اكونت بتاعنا. تمام. طبعا مفيش فيها حاجه، مفيش لازم حد يسالك ان انت تضيف البيمنت بتاعتك اللي هو اداه الدفع سواء بفوري سواء بالفيزا سواء باي حاجه. زي ما انت شايف كده بيقول لك اهو احنا خلينا نقول نو ما فيهوش حاجه لها علاقه بالسياسه، وتحت بيقول لك هنا ادز بيمنت ميثود. تمام. ان انت بتحط بقى طريقه الدفع بتاعتك دلوقتي.
تمام. هنسيبها منها دلوقتي لان هي مش مهمه، انا بضيفها برضو عشان الخصوصيه. تمام. حاجه مهمه برضو لازم نعملها قبل ما نبدا نكريت اي كامبين عندنا، وهي البكسل. تمام. اتكلمنا عنه بكل التفاصيل، انا مش هعيد كتير فيه. هتلاقي الفيديو هيظهر لك دلوقتي في الاي هنا او هنا، ارجع ليه عشان تفهم يعني ايه بكسل وليه احنا بنستعمله وليه لازم نعمله قبل ما نكريت اي كامبين عندنا. تمام. وفي الفيديو اللي فات كنا وقفنا عند نقطه ان احنا عملنا الادز مانجر بتاعنا، وكان فاضل لنا حاجه مهمه انا قلت لكم عليها وهي البكسل. ليه البكسل مهم؟ لان هيفيدنا في حاجات كتير قوي، وانا اتكلمت عليه بشكل مفصل في فيديو لوحده. لو عايزين تشوفوا الفيديو هتلاقوه تحت في الديسكربشن او في الاي اللي هتظهر هنا او هنا. تمام. فدلوقتي خلينا ننتقل على نقطه بقى ان هنعمل بكسل عشان كمان نربطه بالايزي اوردر بتاعنا. فكل اللي عليك انت بعد ما تعمل ادز مانجر بتاعك بتيجي هنا على الجنب بتلاقي في دايره كده وطالع منها 3 دوائر صغيره اللي هو اسمها ايفنتس مانجر. تمام. فبتضغط عليها بيحولك على الصفحه دي. كل اللي عليك ان انت تعمل كونكت داتا وتعمل فور ويب سايت اللي هو انت بتعمله اللي المتجر بتاعك او الستور بتاعك. تمام. وبعد كده بيقول لك هنا سميه، فاحنا هنخليه باسم الستور بتاعنا. تمام. وبعدين نعمل كرييت ونستنى شويه يفتح لنا صفحه ان احنا بقى نتبع الخطوات عشان نقدر نربط البكسل بتاعنا. تمام. نعمل سيت اب مانوالي وبعدين نيكست. بعد كده خلينا دلوقتي للحظه بتاعت دلوقتي خلينا نعمل بس الميتا بيكسل، خلينا نسيب الكونفرزيشن اي بي اي لفيديو تاني لان دي حاجه هتحتاج خطوات على عكس البيكسل بتاعنا. تمام. خلينا نعمل ميتا بيكسل اونلي وبعدين نعمل نيكست. زي ما انت شايف يفتح لنا الصفحه دي. كل عليك انك تعمل كوبي كود، انت كده مش هتحتاج الكود ده اصلا، بس اعمل كوبي كود وبعد كده انزل تحت واعمل كونتينيو. بيقول لك هنا اوتوماتيك ادفانسد ماتشنج اعمل تيرن اون وبعدين اقفل اصلا اللي هي بتاعت البوسطه دي لان مش موجود عندنا في مصر. ممكن تسيبها عادي وممكن تقفلها، يعني حاجه حريه شخصيه عامه. تمام. وانت زي ما انت شايف كده ان هو هيربط بين تاريخ الميلاد والبلد وبعدين الجنس بتاعه سواء ذكر او انثى ورقم التليفون والايميل والاول الاسم واخر اسم. تمام. فبعد كده بتعمل دان وزي ما انت شايف كده بقى عندنا البكسل بتاعنا. تمام. كل اللي عليك بقى دلوقتي ان انت بتيجي عشان نربطه بالايزي اوردر بتاعنا. كل اللي عليك انت بتيجي على السيتنجز هنا. تمام. وبعد كده بتيجي تاخد الاي دي اللي موجود هنا ده زي ما انت شايف كده الداتا سيت اي دي. تمام. خد الاي دي هنا وبعدين نرجع بقى على المنصه بتاعتنا بتاعت ايزي اوردر ونيجي هنا على الاعدادات. تمام. في حاجه هنا زي ما انتم شايفين اسمها اعدادات البكسل، انا ضغطت عليها زي ما انت شايف كده. كل اللي عليك ان انت محتاجه تستحق اضافه اكثر من بكسل كل معرفه الاي دي. تمام. فاللي انت عايزه بس ومحتاجه هنا الاي دي بتاعك، يعني مش محتاج الكود كله اللي احنا عملنا له كوبي. تمام. فخلينا نعمل اللي هو هنا نسخ. تمام. زي ما انت شايف كده اضيف فقط الاي دي زي ما انت شايف كده بيقول لك حتى هنا بالاحمر اهو. تمام. وبعد كده بنعمل حفظ. تمام. احنا كده ربطنا البكسل بتاعنا. عايزين نتاكد ان احنا بالفعل ربطنا البكسل، خلينا نعمل مشاهده المتجر. زي ما انت شايف كده في الجنب اللي هي ميتا بيكسل هيلبر جابت لي ان بالفعل في بيكسل مربوط، وفي جابت لي ان انا عملت بيج فيو. وزي ما انت شايف كده ان الاي دي بتاعنا اللي هو 607. خلينا نرجع كده هنا ونشوف هل بالفعل هو 607. تمام. فاحنا كده بالفعل ربطنا البيكسل بتاعنا بنجاح. تمام. خلينا نجرب مثلا نخش على اي منتج. زي ما انت شايف كده جاب لنا 2 فيو كونتنت. تمام. خلينا مثلا نعمل اضافه الى، خلينا نختار المقاس واللون ونعمل اضيف مثلا الى السله. ادينا هنا 4 ان احنا عملنا اكشن وعملنا اد تو كارت. تمام. زي ما شايف كده احنا كده ربطنا البكسل بتاعنا وربطنا بنجاح، وكمان بدا ان هو يتبع الحاجات اللي احنا بنعملها في الستور بتاعتنا. تمام. طيب تمام. فاضل لنا ايه دلوقتي؟ فاضل لنا ان احنا نحط شويه بوستات الاول على البيج بتاعتنا لان ما نعرفش نحط مثلا ادز على طول. يعني المفروض ما يعرفش نعمل ادز على طول ومثلا العميل يخش يلاقي الصفحه فاضيه ما فيهاش اي حاجه هيفكر ان هو ده نصب. تمام. تاني حاجه نصيحه مهمه قوي 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 قبل ما تعمل ادز مانجر ان انت ما تعملش ادز مانجر بتاعك دلوقتي وتعمل تبابلش كامبين على طول. بالنسبه لان انت لازم تبقى عارف ان انت بتتعامل مع ماشين، يعني بتتعامل مع مكنه مع اي اي، مش مثلا انسان شغال في فيسبوك هو اللي بيقول ده مثلا شخص عمل كذا كذا كذا. لا، هم بيبقوا مبرمجين الآلة دي ان هو مثلا شفت واحد عمل ادز مانجر وعلى طول عمل بابلش كامبين، فده
بالنسبه له ده في انتحال او في خلل في الموضوع، فبيديك بلوك على طول، فبيحظر الادز مانجر بتاعك وبيقفله لك. تمام. فانت خليك ذكي واذكى من الماشين، واعمل ادز واستنى مثلا 3 ايام، وكمان نفس الحاجه للبيج بتاعتك، يعني تستنى 3 ايام وبعدين تبدا تبلش الكامبين بتاعتك. احنا عدى تقريبا يومين من ساعه ما عملنا الادز مانجر بتاعنا. تمام. فكل حاجه دلوقتي زي ما قلت لك كده هنعمل هنبلش كام بوست كده على البيج بتاعتنا، عشان بس يبقى في حاجه موجوده، لو العميل دخل عليها يشوف ان في حاجه موجوده، في بوستات بالفعل وفي اكتف على البيج. تمام. طيب هنعمل ايه ده دلوقتي؟ انا اخترت الكريتيف بتاعتنا اللي احنا بالفعل هنبلش عليها الكامبين، وهنبلش عليها البوست كمان اللي هنحطها على البيج بتاعتنا. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا جبت 6 فيديوهات كلهم لكوتشات تريندي شويه، وفيهم كام واحد لحاجه كلاسيك بقى للناس اللي هي اصلا انا هحاول ان انا العب على الطرفين، الكلاسيك اللي هو مثلا الفئه الناس الكبيره، والحاجات التريند والحاجات المفرقعه اللي موجوده في مصر دلوقتي للشباب. تمام. وزي ما شايف كده في فايل كده اسمه كتالوج، لان بالفعل افضل ميزه كمان في ايزي اوردر، انت لو جيت هنا ودخلت على صفحه المنتجات ممكن تعمل كتالوج على طول، تصدر كتالوج لفيسبوك، فهو بيعمل لك الفايل وبيجهزه لك، مش لازم تعمله مانوالي زي ما الطريقه التقليديه اللي هي المتعبه شويه، يعني انت لازم تسجل بيانات وتسجل الاسعار وتسجل الارقام وكل ده. فانت من هنا بتعمل تسجيل على طول بيعمل لك فايل زي ده كده ان انت تصدره للفيسبوك بتاعك او الادز مانجر بتاعك. تمام. طيب في حاجه خبيثه شويه انا عملتها. تمام. طبعا كل افليت عندنا في مصر بيبقى موجود عليه جروب معين ليه ومخصص ليه، بينشروا عليه كل الحاجات عشان يساعدوا الناس وعشان البوستات وعشان يعملوا دعايه لاي منتج جديد دخل على الافليت بتاعهم. تمام. فانا طبعا استغلت ان في بعض الريفيوهات اللي نزلت على البيج هناك على الجروب بتاع الافليت اللي انا اشتغل معاه. تمام. فانا ممكن استغل الريفيوز ده ان هي بالفعل على نفس المنتج، يعني انا ممكن تكون ناس تانية جايباها ولكن هي شغاله على نفس المنتج وعلى نفس الافليت. تمام. فده مش كذب او انا مش بخدع الناس. تمام. فزي ما انت شايف كده ان اخدت بعض الريفيوز اللي انا ممكن استعملها في الاعلانات بتاعتي واستعملها في البيج بتاعتي كمان، ان انا اشجع الناس خليهم يثقوا في المنتج بتاعي اكتر. تمام. زي ما انت شايف كده دي ريفيوهات كتير ممكن نستخدمها. تمام. وهنستخدمها، يعني انا عملتها حتى سيف عشان هنستخدمها. تمام. طيب خلونا نجهز اول كريتيف عشان نعمله على ان نبوست على البيج بتاعتنا وارجع لكم. تمام. لو انت مثلا عندك بورتفوليو شبه اللي احنا عملناه مع بعض ورابط فيه اكونتين اللي هو البيج بتاع الفيسبوك والاكونت بتاع الانستجرام، ايه الافضل؟ تنشر الاول على الفيسبوك وبعدين على الانستجرام وتتعب نفسك وتعمل خطوتين، ولا تيجي هنا من البورتفوليو بتاعك وتنشر على الاكونتين في نفس الوقت؟ تمام. فانت تيجي هنا على البورتفوليو بتاعك. تمام. وبعدين تعمل كرييت بوست، ومن هنا بقى تختار الميديا بتاعتك اللي هي الصوره والفيديوهات. احنا هنشتغل اكتر على الفيديوهات لان الفيديوهات هي اللي بتجيب مع الناس اكتر. تمام. طب هل ده معناه ان احنا مش هنشتغل على صور؟ هنشتغل على صور، ولكن خلينا في الفيديوز الاول عشان احنا عايزين نبلش كامبين على طول. تمام. فروم خلينا نرجع تاني add video upload from desktop. تمام. زي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعنا اكتمل تحميله هو 100%. تمام. هنا بيقول لك customize post for Facebook and Instagram. قول له ماشي. لو عايز ان انت تخلي مثلا هنا بوست بطريقه وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام بطريقه تانية، فاحنا نقفل احسن، يعني احنا مش محتاجين الحاجه دي. تمام. وهنا بيقول لك اكتب تكست، اللي هو اكتب بقى البوست بتاعك او الكابشن بتاعك. هل هنتعب نفسنا؟ لا، خلينا نروح كده على الشات جي بي تي ونقول له هنا ونقول له اكتب لي كابشن. خلينا نشوف النتائج اللي هيديها الشات جي بي تي. تمام. زي ما انت شايف كده خطوة بأناقة، خطوة بثقة. خلينا نخليه باللهجة المصرية أحسن، خليها باللهجة المصرية لأن أنا كده هبيع في مصر، ملوش لازم ان انا اكتب بالعربيه الفصحى. انا لازم اكلم مصر ولازم اكلم الناس زي ما انا اتكلمت في الكورس بتاعنا، لازم اكلم الناس بطريقتهم. تمام. خلينا نخليها شبابيه اكتر. تمام. خليها اكتر شباب. تمام. ده كويس. خلينا ناخده ونرجع هنا للبيج بتاعتنا ونعمل كده. تمام. اوكي. تمام. نعمل نيكست. تمام. وبعد ما تتأكد ان انت عملت كل حاجة صح هتيجي كل عليك انت تيجي هنا وتعمل شير. تمام. خلينا نرجع بقى للهوم بتاعتنا تاني. تمام. وزي ما انتم شايفين كده ان البوست بتاعنا اتنشر بالفعل. تمام. ولكن للأسف شكله اتنشر على الانستجرام بس. تمام.
فهنشره برضه على الفيسبوك وارجع لكم. تمام. وبما ان عرفت المشكله كانت فين، المشكله ان انت لازم قبل ما تنشر اي حاجه تاكد ان هنا انت مختار الاكونتين بتوعك. تمام. فانا دلوقتي انا محتاج بس ان انشر على الفيسبوك، فهعمل كده وهعمل نفس الخطوات وارجع لكم. مثلا احنا نشرنا الفيديو على الفيسبوك وعلى الانستجرام زي ما انت شايف كده تحت. تمام. طيب الخطوه اللي جايه بقى المفروض ايه؟ المفروض ان احنا بقى انا هربط كل بيانات الدافع بالادز مانجر بتاعتي وهنبدا نببلش اول كامبين. خطوه مهمه افتكرتها قبل ما ابدا نببلش الكامبين بتاعتنا، وهي ان انا لازم اربط الدومين بتاعي بالايزي اوردر. فانا هربطها وارجع لكم. تمام. ورجعت لكم بعد ما ربطت الدومين بتاعي، وخلينا نشوف مع بعض اتربط ولا لا. تمام. زي ما شايفين دلوقتي لو جينا عملنا مشاهده هيظهر لنا السب دومين بتاع ايزي اوردر والدومين بتاعنا احنا اللي احنا ربطناه. خلينا نخش كده على الدومين بتاعنا. زي ما انت شايف بيفتح لنا الستور بتاعنا. تمام. طب خلينا ناخده مثلا من هنا كوبي، خلينا نروح على المتصفح الخفي ونكتب كده مثلا نشوف هيظهر لينا ولا لا. بالفعل ظهر لينا. فاحنا كده ربطنا الدومين وشغال 100% والستور بتاعنا فعال. خطوتين لازم نعملهم قبل ما نبدا نببلش الكامبين عشان نبقى بروفيشنال. اول حاجه لازم نربط طبعا مواقع التواصل بتاعتنا اللي هي البيج بتاع الانستجرام والفيسبوك هنا. ولكن خلينا نرجع الفيسبوك عشان اقول لكم على حاجه احترافيه قوي محدش هيقول لكم عليها تعملوها في البيج بتاعكم عشان تبانوا اكتر احترافيه. ولا عليك انت تيجي للبيج بتاعتك. تمام. وبعد كده تروح على السيتنجز، ومن السيتنجز هتروح على بيج سيت اب. تمام. زي ما انت شايف كده وتخش على كلمه نيم وتخش على اليوزر نيم. تمام. هنا بقى اكتب اسم البيج بتاعتك. زي ما انت شايف كده بيظهر لك فوق اصلا اي حاجه كده اي كلام. تمام. فانت اكتب مثلا 24K هايب. تمام. وشوف هل هيكون متوفر ولا لا. بالفعل متوفر. اعمل سيف تشينج. تمام. بيقول لك هنا اكتب الباسورد وارجع لكم. تمام. وبعد ما تكتب الباسورد بتاعك، ولو دخلنا تاني على بيج سيت اب ونيم، هتلاقي زي ما انت شايف كده ان دلوقتي بقى عندنا facebook.com الاسم بتاع الستور بتاعنا. فلو دخلنا دلوقتي عملنا ريفريش مثلا للفيسبوك عشان نحدثه شويه، نعمل له ريفريش ودخلنا على البيج بتاعتنا. خلينا مثلا ندخل على البيج. زي ما انت شايف دلوقتي بقى اسمها facebook.com بشرطة اللي هي المايلة بتاعتنا واسم الستور بتاعنا. فزي ما انت شايف دلوقتي كده بقى بروفيشنال اكتر. فاهم. فبعد كده بقى خلينا ناخد الكود ده ونيجي على ايزي اوردر بتاعنا ونيجي على الاعدادات ونيجي على روابط التواصل الاجتماعي ونعمل تفعيل ونحط الفيسبوك بيج بتاعتنا ونعمل سيف. ونيجي هنا ناخد برضو اللينك بتاع الانستجرام بتاعنا. تمام. كل اللي احنا محتاجينه اول حاجة خلينا ناخد من هنا اللينك بتاع الانستجرام بتاعنا ونرجع برضو على الايزي اوردر بتاعنا ونحط هنا الانستجرام. كل ده احنا مش محتاجينه. تمام. ونعمل هنا سيف. نشوف دلوقتي الستور بتاعنا بقى عامل ازاي. خلينا نقفل الصفحات دي ونفتحه من اول وجديد ونختار اللينك بتاعنا. تمام. زي ما شايفين هما ظهروا فوق كده. لو دخلنا على الفيسبوك هيودونا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا. لو دخلنا على الانستجرام هيودينا على بيج الانستجرام بتاعتنا. تمام. خلينا بقى دلوقتي ناخد اللينك ده ونيجي على الانستجرام هنا نعمل edit profile وناخد على الويب سايت. تمام. هنا بيقول ان انا ما ينفعش اعدله بالكمبيوتر، لازم اعدله بس في التليفون، فهبقى اعدله انا بعدين. تمام. خلينا نرجع على الفيس ونيجي هنا على about وبعد كده نيجي هنا على add a ويب سايت. تمام. ونحط هنا الادرس بتاعنا اللي هو اللينك بتاعنا. تمام. ونعمل سيف. تمام. خلينا نيجي برضو على add social media link ونيجي هنا ناخد اللي هو بتاع الانستجرام عشان نبقى برضو البيجين ببعض الاكونتين ببعض. تمام. ونرجع على الفيسبوك بتاعنا تاني ونعمل سيف. تمام. كده احنا خلصنا كل الاعدادات البيزك اللي احنا المفروض نعملها قبل ما نبدا نببلش الكامبين. كل اللي عليا دلوقتي ان انا هدخل بقى على ادز مانجر بتاعنا واحط كل وسائل الدفع واعمل كريتيف واجهز الحمله وارجع لكم تاني. تمام. ورجعت لكم دلوقتي بعد ما جهزت الكريتيف بتاعته وجهزت كمان الكامبين بتاعتي. هوريكم دلوقتي
انا عملتها ازاي وايه الطريقه اللي استخدمتها وايه الاستراتيجيه كمان اللي استخدمتها علشان نشوف النتيجه النهائيه او نبلش الكامبين بتاعتنا. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا عملت كامبين كامله، تمام، اللي هو فيرست ادز، تمام، اللي هو اول اعلان، وجواها حطيت الاد سيت، يعني حطيت كل الكرياتيف او كل الصور او كل حتى المنتجات اللي انا عايز اعمل عليها كامبين او ابلش عليها كامبين. طيب انا ليه عملت كده وليه ما عملتش كل مثلا شوز لوحده او كل كوتش لوحده؟ ده لان الفيسبوك عامه او اعلانات الفيسبوك شغاله بنظام الميزانيه او التزايد، اللي هو احنا بنتنافس وبنشوف مين اعلى في الكواليتي، مين اعلى في السعر، مين مش عارف ايه، وبيكسب وبياخد بقى الريتش والرواز والحاجات كلها بتاعت الادز مانجر او الادز. تمام، فلو انا عملت بنفس الكرياتيف وعملت كذا اعلان او بنفس مثلا النيش وعملت كذا اعلان هيتضاربوا مع بعض، فاهم؟ يعني ما فيش حد فيهم هيكسب. تمام، وكمان لان انا لو ببلشت او عملت كذا اعلان في نفس الوقت هحرق فلوس على الفاضي، لان هيكون المنافسه هزايد نفسي، فاهم؟ يعني انا مثلا عملت ادز واحده وببلشتها وعملت ببلش وعملت يعني نشرتها، انا بنافس ناس تانية. تمام، ولكن انا عملت كذا كامبين في نفس الوقت انا بنافس نفسي، فافضل احرق الاسعار على نفسي وافضل اعلي في الاسعار، وهلاقي تكلفه الاعلانات عندي وتكلفه المبيعات وكل حاجه عاليه قوي عندي، لان انا بحرق نفسي. تمام، فعشان كده انت كل اللي عليك تعمله انت تعمل لك كامبين زي دي وتحط جواه كل اللي انت عايزه. ده ممكن تحط 100 اعلان جواه، تمام، افضل. وكمان حتى فيسبوك هو اللي بينصح بكده. تمام، فكل اللي انا عملته ان انا خدت كوتشين ترند، تمام، اللي هو الديور والشوكس، تمام، وخدت كمان حاجه كلاسيك اللي هي اديداس، هنرجع كده، خدت اللي هو الريبوك والاديداس. تمام، وبعد كده خدت بقى اللي هو النيكت برضو اللي هو ترندي، ولكن قدمته بشكل تاني يعني بشكل جديد، وخليت منه نسخة برود ونسخة باهتمامات. تمام، وخدنا كمان اللي هو هنا اللي هو الشوكس زي ما انت شايف كده. تمام، خلينا نعمل مثلا advanced preview عشان نشوف هيظهر ازاي لكل الناس. تمام، زي ما انتم شايفين كده هو ده الشكل هيظهر بيه لكل الناس عندنا. تمام، انا نشرت طبعا على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تمام، الخطوه اللي فاضله بقى بعد كده هي ان انا ببلش الكامبين بتاعتي. فكل اللي عليا ان انا هعمل ببلش طبعا بعد ما اتاكد ان كل حاجه تمام وان مفيش اخطاء وكل ده والبادجت كويس يعني مناسب، ونعمل ببلش. تمام، زي ما انتم شايفين كده ما ادانيش اي اخطاء واداني ان هو تحت المراجعه. تمام، يعني كده ما ادانيش اي اخطاء. تمام، هنعمله دان. طيب انا دلوقتي النهارده يوم الحد. تمام، انا ليه قررت برضو ان انا اعمل الكامبين بتاعتي يوم الحد؟ ده لان الفيسبوك الايام العمل بتاعته او الادز بتاعته عامه من يوم الاثنين ليوم الجمعه. تمام، فانا بعمل يوم الحد اللي هو ياخد الليرنينج، لان كل حتى يعني كل الادز اللي انا عملتها دلوقتي دي هتخش في مرحله تعليميه، ان هي بتعلم الاله اللي هي هتبوش او هتدفع مثلا الكامبينز دي او الاعلانات دي للناس، بتعلمها شويه، بتشوف، بتختبر الناس. يعني هم اول حاجه بتخليهم يظهروا ل1000 شخص. تمام، كل اعلان من دول هيظهر ل1000 شخص، وبعد كده الاله دي هتشوف ال1000 شخص دول اتعاملوا مع الاعلانات ازاي، يعني هل تفاعلوا معاها، هل شدت انتباههم، هل الكرياتيف كانت شغاله معاهم كويس. ومن هنا بتلاقي بقى الاعلان بتاعك بدا يمشي كويس او ياخد سكته، فاهم؟ يعني مثلا هو شايف ان ال1000 دول اتفاعلوا مع الاعلان، خلاص انا همسك ال1000 دول واجيب ناس شبههم واخد السكه دي وامشي فيها. تمام، لازم تبقى عارف ان اول ما بتعمل ببلش او بتنشر كامبين او اعلان بيخش في مرحله تعليميه للاله والاعلان بتاعك عشان يشوف الجمهور المناسب ليه. تمام، وانا سبت البرود وسبت الادفانس شغال، لان دلوقتي الخوارزميات بتاع الفيسبوك بقت ذكيه بشكل كافي ان هي توصلك النتيجه اللي انت محتاجها من غير ما تتعب نفسك وتحط اهتمامات وبيهيفير ومش عارف ايه وسلوكيات العميل وكل ده. تمام، كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص. فانا هستنى مثلا يوم او يومين واشوف النتيجه النهائيه بتاعت الاعلانات، هل جابت لنا نتائج، هل جابت لنا مبيعات، هل واجهتنا اخطاء، وهل ممكن نحسن من الاداء الحملات بتاعتنا. وبعد كده همنتج بقى الفيديو ده كله وانزله لك. تمام، عشان تكون معاك تجربه كامله متكامله من الالف الى الياء ازاي تخش في المجال ده، وتجربه عمليه كمان عشان تشوف هل هتنجح ولا لا. تمام، وكمان عشان نشوف الاخطاء اللي واجهتنا وازاي نحلها.
تمام. اخر حاجه بقى ممكن اقولها لك ان انا عملت لي ويب سايت زي ما انت شايفه كده علشان برضه يكون سهل التواصل معايا. عندي طبعا الاعمال بتاعتي كجرافيك ديزاين وكمان كستور والحاجات دي كلها، وهنا عندي الخدمات بتاعتي طبعا، وزي ما انت شايف انا بقدم 3 خدمات. طبعا جرافيك ديزاين تمام بسعر رمزي، وكمان ان انا اعمل لك متجر الكتروني من اول لحد الاخر، واخلي لك كمان يشتغل واحط لك على الطريق بتاعه بسعر رمز طبعا. زي ما انت شايف ان انا بقدم لك كمان استشاره ان انا بساعدك تاخد الطريق الكويس ليك، واساعدك كمان ان انت تبدا بالفعل تعمل فلوس من البيت. تمام كده يكون فيديو النهارده يكون خلص. هنوقف لحد دلوقتي، واخر حاجه هصورها هي النتيجه النهائيه للاعلان بتاعتنا، ونشوف هل اشتغلت بالفعل، هل جابت لنا مبيعات ولا لا. اشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متنساش تصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. طيب اخر خطوه كنا وقفنا عندها هي خطوه ان احنا عملنا بابلش او عملنا نشر للكامبين او الاعلان بتاعنا. تمام. طيب النتيجه النهائيه بقى بتاعت التحدي بتاع كل ده، هل جبنا مبيع؟ لا، ولكن حاولنا نجيب محاولات مثلا للشراء والحاجات دي كلها. جات لي بالفعل رسائل لناس تواصلت معايا ان هي محتاجه تشتري، وفي حد حجز لحد ما يرجع لان هو مسافر في حته ما فيهاش تغطيه والحاجات دي كلها، ولكن هنعتبر ان لا. تمام. طيب هل انا كده فشلت في التحدي؟ لا، لان انا عملت بالفعل، يعني انا عملت ستور جهزته بكل حاجه ممكن اي حد يكون محتاج عشان يبدا بزنس. فهنقول ان انا مثلا وصلت ل 95% من التحدي. طيب هل التحدي خلص؟ لا لسه. تمام. لان طبعا انا كنت عارف الغلطات فين. تمام. هقول لكم عليها دلوقتي، ولكن زي ما انتوا لو فاكرين ان انا حتى قلت لكم على الغلطات دي في الفيديو، فانا هبدا بقى ان انا اعدل الغلطات دي. تمام. لان هي السبب الرئيسي اللي خلت ما يجيش ليها اي مبيع لحد دلوقتي. تمام. طيب حاجه من الغلطات اللي كانت موجوده في الستور واللي انا بدات بالفعل كمان اصلحها واعدل فيها، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ده الستور بتاعنا. الالوان اختلفت، بقت الوان واضحه على عكس اللون الازرق اللي كان موجود في الاول. تمام. زي ما انتم شايفين حطيت مثلا كود خصم جديد كده في الهيدر. تمام. زي ما انتم شايفين تحت انا غيرت اللوجو اصلا، عملت ري ديزاين وري براندنج للموقع بتاعنا او للستور بتاعنا. لو عملت ري ديزاين، لو عملت اعاده تصميم وعدت اعاده بناء الهويه بتاعت الستور بتاعنا. تمام. زي ما انتم شايفين تحت كده ضفت برضه دي كده، اللي هو حاولت اضيف عامل الثقه وعامل التشجيع للعميل ان هو يشتري، ان في ناس سبقته. تمام. طيب لو نزلت هنا تلاقيني غيرت الثيم، حطيت ثيم تاني جديد كده بشكل اشيك. تمام. زي ما انت شايف حطيت شويه تخفيضات بقى وعروض وحاجات من دي كلها. طيب مشكله من المشكلات اللي كانت موجوده وانا قلت لك عليها هي الصور، ان كان في صور بخلفيه، في صور من غير خلفيه، في صور على ارقام، في صور من غير ارقام، في صور متصوره بتليفون، في صور متصوره بروفيشنال. فزي ما شايف ان انا بدات بالفعل احل فيها واشيل الخلفيات دي كلها، كانت ليها خلفيات. تمام. فاضل بقى مثلا زي دي كده عدد قليل ولا لسه فاضل. تمام. طيب زي ما انت شايف كان في البوتس، يعني اللي هي الكوتشيات الطويله. فوالله انا لقيت نفسي ان احنا في الصيف فمش حد يشتريها اصلا، فملاش لازمه تكون موجوده عندي، وان هي اصلا بتكون متقاله برضو ان انت اي حاجه بتحملها على الستور بيتقل الستور. تمام. فانا شلتها عشان نخفف طبعا الحمل على الستور وانه يحمل بطريقه اسرع. تمام. لو نزلنا تحت هنلاقي فيه تقييمات. تمام. ضفت ميزه التقييمات دي زي ما انتم شايفين كده، بيتحرك سكرول يمين وشمال وبتشوف الناس اللي علقت والحاجات دي كلها. تمام. زي ما انت شايف في ايقونه دلوقتي بتاعت الفيسبوك حاططها هنا ايه على اليمين بتتحرك علشان برضو اسهل التواصل مع العميل، ان هو دلوقتي يبقى فاهم ان في او يعرف ان في حد يتواصل معاه وفي حد مهتم ان هو يساعده. تمام. فكده يكون شاري او يطلب هو مش قلقان، لان هو يعرف لقى طريقه تواصل ممكن يوصل لك فيها لو حصل مشكله، لو محتاج استفسار، لو عايز يعمل استرجاع، لو عايز يعمل استبدال، في ميزه تواصل وفي طريقه تواصل موجوده. تمام. طيب لو دخلنا مثلا على كوتش زي ده هنلاقي ان انا غيرت برضو اللون هنا. زي ما شايفين انا غيرت بالكامل اللون، خليته برتقاني. تمام. لو نزلنا تحت هنلاقي برضو دي ما كانتش موجوده قبل كده، حطيتها شحن سريع خلال 24 ساعه، رجع مكاني خلال 14 يوم. واخر حاجه معانا اللي هي دعم فوري عبر فيسبوك وماسنجر. لو ضغطنا على ده يحولنا على طول على الماسنجر بتاع البيج بتاعتنا. تمام. طيب عدلت برضو سياسة الاستبدال والاسترجاع، خليتها أوضح وبشكل أحسن، بشكل احترافي متوافق مع الأفليت اللي أنا شغال معاه. تمام. عشان ما كنتش كاتب حاجة والناحية التانية مثلا في الأفليت كاتب حاجة تانية. تمام. طيب نرجع تاني للصفحة الرئيسية.
فزي ما انتم شايفين كده انا بدات بالفعل اعدل في كل حاجه، وان شاء الله هوصل لنتيجه كويسه من التعديلات، واعمل كل الحاجات اللي انا كنت عارف ان هي هتسبب لي مشكله. وأكيد زي ما قلت لكم انا حاولت على قد ما اقدر في الفيديو ده ان انا اتعامل بتفكير شخص ما يعرفش حاجه، لسه داخل يجرب، لسه داخل يشوف، لسه داخل يستكشف الغلطات ويشوف الغلطات اللي هتحصل وازاي يتعامل معاها. تمام. فانا حاولت على قد ما اقدر اتعامل بالطريقه دي عشان كمان لما يحصل معايا مشكله زي دي اوريك انا ازاي اتصرفت معاها، وانت كمان ازاي تتصرف معاها وتفكر ازاي تحل المشكله دي وتتصرف معاها. تمام. ممكن تخترع انت طريقه تانية مثلا او حل تاني. تمام. طيب خلينا نرجع بقى على الكامبين بتاعنا. طبعا مع الادز بتاعتنا للاسف حصل معايا كام مشكله. اول مشكله كانت طريقه دفع، ان هو رفض لي الفيزا بتاعتي، معرفش ليه، رغم ان هي مش فيزا مصريه يعني فيزا عالميه. تمام. فرفضها ليا. تمام. واداني مشاكل في الدفع والحاجات دي كلها، فده اخر الكامبين بتاعتي. تمام. بعد كده كنت حطيت بادجت قليل قوي عشان بس اشوف الفيزا شغاله ولا لا. فلما عملت ببلش للكامبين ما رضيش يشغل الكامبين لان البادجت كان قليل قوي في الاكونت بتاعي، ما كانش مكفي البادجت اللي انا كنت مسستمه على الاد بتاعي او على الاعلان بتاعي. تمام. تاني حاجه ان انا كنت عملت اد كانت فيها 6 ادسات، رحت شايل منهم 2 وسايب 4، يعني عملت كامبين تاني غير اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو. وكمان انا كنت عارف ان انا ازاي المفروض ابدا مع ادز مانجر جديد او ادز اكونت جديد. تمام. كنت عارف ان انا لازم الاول اتعامل معاه كأنه عربيه او مكنه، ان انا ابدا اسخن وما ينفعش اطلع على الخامس مره واحده. تمام. فلو انا طلعت مره واحده على الخامس مش هيطلع معايا، او لو طلع هعمل حادثه. تمام. او هقع بالمكنه او بالعربيه. تمام. فبنفس الحاجه حصلت معايا. انا لما بدات مره واحده الفيسبوك لسه مش عارف التارجت اودينس بتاعتي، مش عارف الناس اللي انا بتكلم معاها، مش عارف هو يعني بيحاول يختبر اكتر ان انا فعلا شخص حقيقي مش روبوت مثلا، او مش نصاب او منتحل مثلا، الحاجات دي كلها. تمام. ومؤخرا كمان ان فيسبوك اضاف ميزات او تعديلات كتير قوي في الادز، ان هو بقى بيعمل مراجعات كتير قوي عليها وادق من الاول، بقى بيعملها بالماشين، والناس كمان بتراجع عليها، في ناس كمان بتراجع على الكامبين دلوقتي. تمام. وده عشان يحد من الانتحال والاعلانات الفيك والحاجات دي كلها. فده طبعا صعب الحوار على الكامبين بتاعتي ان هي تبدا على طول. تمام. فخدت وقت كبير قوي في مرحلتي كمان التجهيز، لان دلوقتي بقى في مرحله التجهيز ان فيسبوك قعد يوم تقريبا او اكتر من يوم يجهز في الكامبين بتاعتي. تمام. لان لسه ما كانش عارف يودي الحمله لمين ولا مين الجمهور بتاعي. تمام. فبدا يصرف طبعا بعد ما اشتغل، يعني بعد ما معايا شغلت الكامبين بالفعل، لان كنت زي ما قلت لكم كان المفروض اسخن. انا طبيعي عارف الطريقه اللي كنت المفروض ابدا بيها، ولكن زي ما قلت لك انا متعمد ابقى شخص مبتدئ 100% من غير اي حاجه عشان ابدا معاك واستكشف المشكلات او المشاكل اللي هتواجهني واحلها معاك. تمام. فكان لازم اسخن، وانا دخلت على المبيعات على طول. تمام. فخد وقت طبعا. في الاول بعد ما شغلته كان بيصرف، ولكن ما كانش بيصرف كتير، يعني كان بيصرف 5 6 7 في يوم، كان بيصرف على وقت كبير قوي. تمام. اول ما عرف بقى التارجت اودينس بتاعي بدا يفرتك في الفلوس، فاهم، لانه خلاص عارف الجمهور بتاعي، فبدا يروح لهم وبدا يفرتك عليهم الفلوس وفتح البادجت. تمام. فانا عملت برضه، انا فتحت البادجت، يعني كنت عامل بادجت صغير اللي هو اليومي، رحت معليه شويه، معليه. تمام. فبالفعل ده برضو ساعد ان الكامبين اشتغلت، يعني الادز اشتغل. تمام. فانت برضو حاول لما تيجي تبدا ابدا ببادجت يومي متوسط، لا عالي ولا واطي، بس اللي هو يشغل فيسبوك او يخلي فيسبوك يشغل لك الاد بتاعك. لازم يزيد عن $1. شوف $1 بمعامله بلدك او بعمله بلدك قد ايه وزوده شويه، فاهم. يعني مثلا لو في مصر ب50 جنيه انت عامل مثلا الصرف اليومي 70 جنيه او 60 جنيه. تمام. فزي ما انتم شايفين قدامنا انا بعدها عملت كامبين اويرنس. كان المفروض ابدا بالاويرنس الاول وبعدين اخش على الكونفرتيشن او المبيعات. تمام. زي ما انت شايف في فرق طبعا في الصرف، لان انا فوق صرفت 160 جنيه، تحت صرفت 400 جنيه. فوق انا ظهرت 45,000 مره، يعني انا ظهرت 45,000، الاعلان بتاعي ظهر ل 45,000 شخص. تمام. طبعا في مثلا اشخاص متكرره ظهر لها الاعلان اكتر من مره، ولكن 45,000 مره. تمام. تحت ظهر 3000 مره. تمام. هنا كان على 1000 مشاهدة كان بياخد مني 3 جنيه ونص. تمام. تحت كان بياخد مني 116 جنيه. تمام. هنا كان الفريكوينسي 1 و2، وهنا 1 و21. تمام. هنا اللينك كليك كان 11، تحت كان 111. فزي ما انتم شايفين ان الفرق كبير قوي بين الصرف. طيب انا كان ايه الافضل اعمله؟ الافضل اعمله ان انا اصرف
قليل بالاويرنس. يعني الاويرنس كده كده هيشتغل وعارف هو المفروض يعمل ايه، المفروض ان هو يعمل توعيه، لان الاويرنس عباره عن توعيه. فانا بوعي الناس الاول انا مين وبعمل ايه وايه اللي بقدمه، وبشوف هل الناس هتتفاعل معايا ولا لا. وبعد كده فيسبوك بيخزن، فاهم يعني الماشين بتاعت فيسبوك بتخزن كل ده. فبعد كده لو جيت عملت بقى المبيعات او كونفرزيشن على طول، هيروح لنفس الجمهور ده، او هيروح للوكالايك، هيعمل لوكالايك، او هيروح لناس مماثله للناس اللي اشتغلت او تفاعلت مع الاويرنس بتاعك، تمام، او التوعيه بتاعتك، تمام. فبس هو ده اللي كان المفروض انا اعمله، تمام. انا طبعا كنت عارف الطريقه دي، ولكن انا زي ما قلت لك انا كنت بادئ كشخص مش عارف اي حاجه، تمام. طيب في الوقت ده انا هعمل ايه؟ انا هعمل كل التعديلات اللي انا قلت لك عليها دي. هحاول اعمل بقى حرفيا الستور بتاعي بروفيشنال زي ما انتم شايفين. يعني لو حابين تشوفوا الفرق ارجعوا مثلا لنص الفيديو وقت ما انا كنت وريتك الستور بتاعنا كان ايه ودلوقتي بقى ايه وبقى ازاي، والبراندنج بتاعه دلوقتي بقى عامل ازاي، تمام. انا خدته فعلا في سكه البروفيشنال 100%. انا داخل كده خلاص، انا خدت الموضوع جد، تمام. هعدل كل الحاجات دي وظبط الستور بتاعي على قد ما اقدر، واعدله ان هو يشجع الناس ان يشتري، واعمل كامبين تانية. واول ما يجي ليا مبيع هعمل فيديو تكمله للفيديو ده، تمام. طيب انا ليه هنزل فيديو مش هستنى لحد مثلا ما اجيب مبيع؟ والله انا هعمل كده عشان مش عايز اغيب عن الشانل بتاعتي او عن القناه بتاعتي كتير. وتاني حاجه عشان انت كمان تبدا وتقف معايا لحد النقطه دي، او يمكن انت تكون حظك كويس وما تجيش معاك النقطه دي وتخش على طول على المبيعات، الله اعلم طبعا، لان هي بتبقى نصيب. فعايزك تبدا برده معايا وتوصل، يعني انا عايزك تتشجع انت تبدا، تمام. وعشان تعرف الطريق، وفي الاخر تعرف مثلا لو جاتك مشكله دي تتصرف فيها ازاي وتفكر فيها او تفكر لها في حل، تمام، زي ما انا دلوقتي بفكر، تمام. فانا هعمل كل الحاجات دي. همنشي الفيديو خلاص وانزله، لان يعني انا غايب بقالي حوالي 12 يوم من على القناه بتاعتي، تمام. تحدي ما انتهيش لسه، ولكن احنا حققنا 95% من التحدي بتاعنا، ان احنا بالفعل عملنا شغل، يعني عملت بيزنس بتاعي، تمام. انا قايس له كام تريكايه صغيره وهيبقى بيرفكت، تمام. هعملش الفيديو وانزله، ابدا معايا متستناش. هتلاقي كل اللينكات اللي انا استخدمتها في الفيديو النهارده تحت الديسكريبشن. هتلاقي لينك الموقع بتاعي او الويب سايت بتاعي لو حبيت تشوف الخدمات اللي انا بقدمها، لو حبيت طبعا تتعامل معايا هتلاقي كل لينكات التواصل تحت في الموقع بتاعي. وسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.